انت تعرف مين هو نادي اين رايت اف سي؟ في موسم 91 لما كان جورج جريهام مدرب نادي ارسنال، وبعد الفوز بالدوري في الموسمين اللي فاتوا موسم 89 وموسم 90، في الوقت ده ارسنال كان بيمر بفتره جيده جدا مع مدرب الاسكتلندي، وفي موسم 91 اتاهل نادي ارسنال لدوري ابطال اوروبا. وقتها ادرك جريهام ان افضل وسيله للفوز هي عن طريق الدفاع وباعداد كبيره، وده كان بعد الخساره على ملعب هايبري بنتيجه 3-1 قدام بنفيكا. ولكن يا صديقي، جريهام ما كانش يعرف ان دي اللعنه اللي هتحل على النادي وتطير كل الامال والطموحات اللي هو كان مستنيها. ومن وقت الخساره دي تحديدا النادي اخذ مسار جديد تماما، لان على الرغم من اهداف مهاجم الفريق وقتها اين رايت، الا ان النادي كان بينافس على الكؤوس المحليه فقط، لان المدرب الاسكتلندي وقتها تمسك شويه بفكره الدفاع، لا شويتين 3-4 تقريبا، لدرجه ان الاعلام والجماهير وقتها لقبوا النادي باين رايت اف سي او نادي اين رايت. وده كان بسبب اعتماد الفريق وقتها على اهداف اين رايت فقط بدون تقديم مستوى جيد او اللعب بصوره جيده. وده ياخدنا النقطة الأهم، وهو إن الأصل في كرة القدم إنك تلعب بأداء جيد مش إنك تكسب وبس. يوهان كرويف كان ليه مقولة بتقول: الفوز بالبطولات هو الأهم، لكن من أجل أن تصل للبطولات يجب أن تكون لديك فلسفة لعب جيدة. وده بيأكد لنا إن اللعب بأداء جيد في كرة القدم هو الحاجة اللي هتخليك توصل للنجاح كده كده، مش إنك تكسب بأي ثمن. فما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف كل الفيديوز اللي جاية.